لما بنحب حد قلبنا بيميل فنقول أنا قلبي ليك ميال. لكن فايزة أحمد غنتها لجنينها اللي اتطلقت بسببه. أنا ياسمين بتكعبل في حكايات بنعيشها مع بعض. فايزة حبت زوجها ده من وهي صغيرة، ودي كانت أول جوازة ليها. ولما اتجوزت زي أي بنت عايزة تخلف، وفعلا بقت حامل، وتخيلت إنها أول ما هتقول لزوجها هيطير من الفرح زيها. لكن للأسف اتضايق جدا ورفض وقال لها لازم تنزلي الطفل ده. فايزة اتصدمت برد الفعل ورفضت، وبقى زوجها كل يوم بيسهر ويرجع متأخر، وقررت تقعد تتكلم معاه يمكن يتراجع عن قراره. قال لها يا انا يا الطفل ده. رفضت تغضب ربنا واحتفظت بالجنين، فقرر الانفصال عنها. وبعد ما سابته سابت سوريا معاه وجت على مصر يمكن تقدر تداوي جراحها. قدمت في الإذاعة المصرية واتقبلت. قدموا لها أغنيات لعدد من الملحنين الكبار، وكان من بينهم الملحن محمد الموجي اللي قدم لها لحن أغنية أنا قلبي ليك ميال من كلمات مرسي جميل عزيز، وغنتها لجنينها سنة 1959 وهي حامل في الشهر السابع. وبكت وهي بتغني الأغنية لشدة إحساسها بيها وبطفلها، وقالت كأني شفت حياتي في لحن وكلمات. ونجحت الأغنية بشكل كبير جدا، بس فايزة غنتها لحزنها الشديد، لكن وصلت لنا بمشاعر حب صادق بين اتنين. اكتبوا لي في الكومنتات يا ترى تبعت أنا قلبي ليك ميال لمين؟